ازاي تمشي الكابتن سيد عبد الحفيظ على كابتن محمود الخطيب؟ ازاي تمشيه؟ إدارة فاشلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة فكرة فيديو جديد كده لطيف عن النادي الأهلي. هو بصراحة منرفزني من ساعة ما الخبر ده نزل، وإن ازاي تمشوا محمود، ازاي يعني الكابتن محمود الخطيب يوافق إن هو يمشي سيد عبد الحفيظ. ده واحد من النادي في النادي بقاله سنين، والسنين كلها اللي هو في النادي ناجح فيها بشكل كويس جدا، فيمشيش. ده نكمل عليه، نبني عليه، هنمشيه. انت بتقول همشيه واجيب لسه شاب؟ ازاي هتمشيه وتجيب شاب وجايب واحد خلاص اكبر منه كمان في السن، اكبر منه بسنه؟ ازاي انت بتمسك؟ انت دلوقتي بتعاقبه ان هو ماشي كويس بتعاقبه، ولا هو عشان بيعرف يجيب حق النادي بيتكلم وكده فاحنا بنمشيه؟ لازم يكون في وعي في الاداره، في وعي. لا، الفتره الاخيره ديت من ساعه الانتخابات الجديده والكابتن محمود الخطيب واقع فيها، الاداره بتاعته واقعه، في مشاكل في الاداره فوق. انا بصراحه متضايق من الخبر. يعني ليه؟ ده من احسن الناس الموجوده دلوقتي يمشي؟ البيان ده نزل ان هو بيمشيه ومسك الكابتن بيبو، ماشي كابتن محترم وعلى دماغنا وكده، بس دوت بقاله فتره طويله وموجود، ومش مثلا ماشي اللي هو مش مأدي، لا ده هو مأدي احسن تقدير، احسن مدير كوره في مصر، احسن مدير كوره دلوقتي مدار سنين اللي هو قعدها ممتاز الممتاز. خلاص ما نمشوش، نبني عليه بقى، نبني عليه. انت بتقول يعني ان انت عايز تطلع حد جديد، طب ماشي، انت هتمشيه، رقيه وهات واحد زي وليد سليمان، الناس الجديده ديت مسكه مكانه، هات واحد لسه صغير في السن مسكه، مش تمشيه وتجيب واحد اكبر منه. انت كده مش بتبني، انت كده بتهد. انت والاداره بتاعتك الجديده دلوقتي بقت الاداره مش نافعه بصراحه. بس انت كابتن كبير محبوب، وانا بصراحه انا اهلاوي وبحب النادي الاهلي، بس انا شايف ان في تخبيط بشكل ابن كلب. ليه؟ صفقات بقى لنا كام سنه، بقى لنا سنتين بنجيب صفقات ما يعلم بالله ربنا، ما فيش الا بيجي لعيب ولا اتنين، تجيب لعيبه مش نافعه. انت بتقول هجيب لعيبه ابني بيها، بتجيب لعيبه صغيره مش نافعه. طب هات لعيبه من الدوري المصري، هات لعيبه من مصر نجحها. في لعيب زي اسمه، في لعيبه كتير في الدوري المصري، في لعيبه كتير في الدوري المصري كويسه وشباب لسه، ولو اديته في النادي الاهلي هيبقى، وفي لعيبه من ولاد النادي الاهلي لو اديتهم هيبقوا كويسين. لا انت ماسك لي على ناس وعمال تجيب لي في اجانب وخلاص. لا تسيبك من اللي انت بتعمله، وحاول المنظومه، مش كل واحد بيدور على مصلحته. احنا كان السنين اللي فاتت كلها بنقول ان الزمالك مش عارف يجيب صفقات، الزمالك، لا الزمالك. احنا دلوقتي بنقول الاهلي اللي فيه المشاكل، الاهلي اللي فيه الاداره، الاهلي اللي فيه تخبيط في كل حاجه. المفروض يبقى فيه شويه تنظيم، وانا بتمنى ان الاهلي يرجع زي ما كان الاهلي اللي عنده مبادئ واخلاق. انا بصراحه مش عجباني صفقه امام عاشور دي، كانت من المستحيل في دماغي ان امام عاشور يخش النادي الاهلي ده تاني نهائي، حتى لو هيخش يتمشى في النهيله في التتش كنتش هتوقعه. امام صفقه كبيره، وانا بحب لعب امام، بس ما بحبش عقليه امام، ان هو يشتم رموز الاهلي ويشتم صالح سليم، الله يرحمه كابتن صالح سليم. الكباتن دي كبيره، الكباتن دي عندنا احنا اهلاويه بنحب نعشق الكباتن دي. لما يتشتموا انت خلاص ما بقتش لازمه لعيب عندنا. انت لعيب كويس، انت زي ما لعيبه كتير قوي كويسه ورميناها. عبد الله السعيد لما عمل غلطه صغيره كده طيرناه، لعيبه كتير بلاش الاسامي. فاحنا يبقى فيه شويه وعي في النادي الاهلي، مش كل واحد يبص لبنى النادي، مش ان احنا نهد في النادي. مش هقدر ادير، لا انا هقول شكرا وامشي خلاص يا عم، هنقول لك مع السلامه وهنحترمك. اما انت بتمادى في الغلط، لا ما ينفعش، امشي يا عم وهذا غيرك. مش بس انا اللي بصراحه اللي ضايقني وخلاني اطلع اتكلم عنهم الكابتن سيد عبد الحفيظ. الراجل ده محترم، الراجل ده بيأدي بأداء كويس مناسب، ده هو اللي بيدافع عن النادي الاهلي، هو اللي بيجيب حق النادي الاهلي، فليه نمشي؟ وهو ربنا يوفقه في المكان اللي هو يمسكه، تقريبا يمسك تحت في الناشئين او يمسك تقريبا شركه الكوره، حاجه من الاثنين، مش عارف بالظبط ايه اللي هيجرى وايه اللي هيحصل. وهم اللي طلعوا قالوا ان هو يمسك في شركه الكوره، بس الله اعلم، ممكن ما يمسكش وممكن يكمل، وربنا يوفقه في اللي جاي. هو كابتن على دماغنا وكابتن كبير، احسن مدير كوره في مصر مدار سنين طويله، مستواه دايما في الطالع ما بينزلش، فبشكره
وكابتن محمود الخطيب أدى وبيجيب بطولات جميلة والإدارة بتجيب ماشي، بس عايزين بقى شوية وعي وشوية نلعب كورة. احنا بقالنا 3-4 ماتشات بنلعبش كورة نهائي. فالتوفيق للجميع، التوفيق لإدارة النادي الأهلي، التوفيق للعيبة، بالتوفيق، بس عايزين يبقى في تظبيط وربنا يكرم الجميع. وشكرا على كده، مع السلامة.